جسد مشلول ويدان تنبضان سحرا. هذا هو حال الفنان الإيراني صادقي صاحب هذه اللوحات. قبل 39 عاما كان جيهان صادقي يعمل خبازا، إلا أنه كان على موعد مع القدر بعد أن صدمه سائق مخمور في أحد شوارع طهران. قدر كشف عن مكامن الجمال في أنامل جيهان، رسمه فنا وإبداعا في لوحات لا تقل قيمة عن لوحات أي فنان في إيران. أشار علي أصدقائي بممارسة الرسم وشجعوني على ذلك، وبعد أن بدأت الرسم صادقت شخصا كان في ألمانيا، وبينما كنت في قمة عجزي تعامل معي بصبر شديد وحاول تعليمي الرسم، ومنذ ذلك الحين أمارس الرسم أي منذ نحو 34 عاما. في مرسمه المتواضع ينظم الصادقي دورات تدريبية ل35 فنان، ويرسم لوحاته التي يتفاوت سعرها بين 30 و500 دولار. وبهذا المال يعيل جيهان أسرته المكونة من 14 شخصا، ويعينوه هم بدورهم على تحدي ظروفه الصعبة. نحن حوالي 14 شخصا نعيش جميعا جنبا إلى جنب. شقيقي وشقيقتاي يساعدونني على بيع لوحاتي التي تشكل مصدر دخلنا الأساسي، فضلا عن دروس تعليم الرسم. لوحات مستلهمة من الطبيعة والثقافة الفارسية يقف صادقي أمامها فخورا بنفسه وبنجاحه، ونقف أمامها نتعلم فن الحياة والتغلب على الصعاب.